ولادي الجزائر يقولوا قاعدين في بلادكم خير. دلوقتي وانا واقف بصور في واحد جزائري عمال يبص لنا، يلا بينا نعمل معاه لقاء ونساله عن شويه حاجات حلوين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. انا بعمل برنامج في فرنسا هنا اسمه لقاء مع مغترب. تفهمني؟ شويه. لقاء مع مغترب يعني بعمل رانديفو مع المغتربين بفرنسا العرب، بسالهم عن الغربه واحوال الغربه والحياه في الغربه. ايه رايك في الغربه حضرتك؟ الغربه صعيبه وليدي الغربه. واحد ما ينجملهاش ما يجيش. سارينا فوا كاع تجي لهنا لفرنسا هذه كاع. لفرنسا بلو كما خوا تحيا بلادنا، تحيا مصر، تحيا الجزائر، تحيا المغرب العربي كاع. تحيا الجزائر طبعا بناسها الطيبين، انا اكتر ناس بحبهم هنا بصراحه، وقفوا جنبي اول ما جيت الجزائريين. واحد اللي ما فيش شغل ما ياتيش هنا. علينا فار كاع ما علينا فارسي. يعني الغربه محتاجه الواحد يشتغل ويتعب. تتعب كثيرة. الناس اللي في البلاد مفكرين الفلوس بتيجي بالسهل. نو 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 با دي تو. با دي تو. نصيحتك ايه لاولاد بلادك الجزائريين؟ ولادي الجزائر يقولوا قاعدين في بلادكم خير. لا، ولو عاوزين يجوا برضه كل واحد له رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل واحد ورزقه، كل واحد كيفاش يخدم، كل واحد كيفاش الطريقة تاعو. انايا واش نقول. طب لو واحد من بلدك جاي جديد هنا لسه وبيقول لك اخويا انصحني نصيحه لله في الغربه تفيدني، هتقول له ايه؟ نقولوا با دو فريكونطاسيون، ما تخلطش، خدم خدمتك، ربي يعاونك، ربي يرزقك، هذا ما كان. ما تخلطش بالناس. ما تخلطش في الناس، كل واحد يا ربي يعاونه في شغله. ويركز في اكل عيشه. ان شاء الله هذا ما كان. الله يخليك، شكرا جدا لحضرتك. الله يسلمك خويا. الجزائر ومصر المغرب تونس خوا خوا. خوا بيان سور. الله يخليك، شكرا جدا لحضرتك. الله يسلمك، الله يبارك. شكرا جدا لحضراتكم، واحنا دلوقتي اقوى برنامج موجود في فرنسا، لقاء مع مغترب. السلام عليكم.